السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. بسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ربنا يعزكم ويبارك فيكم ويصلح حالكم وحالنا ويعطيكم جميعا حتى يرضيكم ويعطيني معاكم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا اجمعين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب سد دين كل مديون، وزل هم كل مهموم، وفك كرب كل مكروب، انك على كل شيء قدير. امين يا رب العالمين. تقبل مني دعواتي خالصه لوجهك انت الكريم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. حبايب قلبي، النهارده الروتين حلوه قوي قوي قوي، هيعجبكم بجد. عايزه اقول لكم ان شيرين دايما مستعجله. مش عارفه، او في رمضان دايما مستعجله، مش عارفه. يعني كنت، يعني قبل رمضان ده اقول ايه، رمضان ده يبقى فيه وقت الواحد يقعد فيه يقرا قران، يبقى يومه طويل كده. تحس ان اليوم بيخلص في رمضان يمكن اكتر من الايام العاديه. سبحانك يا رب، فعلا سبحان الله. والله يا جماعه سبحان الله. المواعين دي اصلا يعني اساسا ما بتخلصش، شغل البيت ما بيخلصش. اصل طول ما احنا بناكل يا جماعه وطول ما احنا عايشين، هو ايه اللي هيخلص؟ هو عمر البني ادم اللي بيخلص عشان تبقوا انتوا عارفين، لكن كل حاجه في حياتنا ماشيه. عمركم شفتوا حد مات والدنيا وقفت عليه؟ اكيد لا. ناس بتموت، ويعني رحمة ربنا عليهم، يا رب يرحمهم وينور لهم قبورهم يا رب، ويسامحهم ويغفر لهم. واحنا عايشين يا جماعة، فاحنا حياتنا ماشية بيهم، من غيرهم هي ماشية. فاهمين ازاي؟ بس والله طبعا. لكن شغل البيت لا، ما بيخلصش. فالمهم إن بقى نفضل بقى نشتغل مع بعض كده. وجوزي بقى النهارده يقول لي ايه، جوزي داخل يقول لي قبل الفطار بحوالي نص ساعة: عارفة يا شيرين انت بتحسني بايه؟ بقول له ايه؟ قول لي ان انت واقفة في محطة قطر وكل القطارات هتيجي عليكي. في الوقت اللي انت فيه ده، يعني بتنجزي بسرعه، بتجري. بجري بصراحه، والله العظيم بجري. يعني ما تفكروش ان ممكن يكون تصوير، انا مجريه الصوره عايزه اقول لكم، بس انا حقا بجري. والله العظيم يا جماعه. عشان عايزه انجز. اليوم ده عملت فيه محشي كرنب ومحشي ورق عنب وبطايه وشوربه شعريه. فانتوا فاهمين ازاي انت داخله المطبخ لسه بتسمي الساعه 4:30. فانت لسه عايزه تغسلي المواعين وتروقي المطبخ. عايزه لكم بريح ايدي كل شويه. انتوا عارفين ان انا ايدي تعبانه يا جماعه، والله العظيم بجد. يعني طبعا مش بقول لكم عشان اديكم طاقه سلبيه، لا. ما كل واحد عنده تعب في حياته وفي صحته شكل. فاهمين ازاي؟ يعني الحمد لله مفيش حد مرتاح. الحمد لله كل الناس عندها مشاكل، بس كل واحد عنده مشاكل ايه، يعني بالشكل اللي ماشي معاه يعني. او اللي يريحه. هي المشاكل بتريح يا شيري؟ والله اللي عنده مشاكل يا جماعة واللي ما عندوش مشاكل، كل الناس مش مرتاحة. والله العظيم كل الناس مش مرتاحة. بس احنا نعمل ايه غير اننا نستغفر كتير ونصلي على النبي كتير، عشان ربنا يرضى عننا ويحول حياتنا المتعبة دي لراحة بإذن الله. ربنا يا رب يعفو عننا ويغفر لنا ويرحمنا، يرفع مقته وغضبه عننا. وإن شاء الله يعني بعد العسر يسر بإذن الله، بعد العسر يسر. بشكركم جدا. وعندي النهارده كلمتين وصلوا لي يا جماعه ان في قناه اتكلمت عني. وانا مستاء جدا 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 من اللي حصل واللي اتقال عني، عشان انتوا ظلمتوني قسما بالله. انتوا شيرين، انت وانت على طول مظلومه. انا عمري ما ظنيت في حد حاجه وحشه، حتى اللي انتقدتهم كان مجرد الكلام اللي بيطلع من بقهم. يعني ما جبتش اسرار من حياتهم وطلعتها. فاهمين ازاي؟ فطبعا انا عمري ما، يعني ما دام حاجه ما طلعتش من بقي فانتوا بتحكموا عليا ليه؟ ما دام ما سمعتوش من بقي ان الكلام ده حصل، يعني ما سمعتوش بودنكم، ليه تحكموا عليا بان هو حصل؟ انا سمعت ان حد بيقول ايه ده شيرين معاها يعني ذهب، ورغم كده عندها داعمين. يا جماعة أنا من قبل ما أطلع على القناة قلت لكم دي شبكتي اللي أنا اتجوزت بيها. عارفين أنا متجوزة كنت جايبة بقد إيه دهب؟ كنت جايبة ب5000 جنيه. عارفين كان الجرام بكام؟ كان الجرام ب80 جنيه. كان الجرام ب80 جنيه، وأنا كنت جايبة ب5000 جنيه دهب. فاللي انتوا بتشوفوه ده حقا شبكتي، أقسمت بالله شبكتي. انا بقى مش هكدب عليكم، من فلوس الدعم اللي جاتنا عملت ايه. انا كنت متجوزه وكيوت كده وعسوله وصغنطوطه كده، وكنت بلبس الغواش مقاس 19. جوزي ايديا كبرت بقت مقاس 20. بعد كده بقت مقاس 21. بعد كده قلت له انا مش عارفه احركهم ولا اوديهم ولا اجيبهم، وانا بطبخ على البوتاجاز بيلسعوا ايدي. قلت له كده بيلسعوا ايدي.
فالمهم قال لي والله يا شيرين الظروف والدنيا وما اعرفش إيه، وسيبها لما ربنا ايه يرزق. كان الاول العيال صغيره وما كانش في مسؤوليات قد كده، وما كانش في الشقه اللي فوق. يعني الشقه اللي يعني يا جماعه انا في بيت عيله، وانا متجوزه في اوضه وصاله. فلما اهلي بيجوا من كفر الشيخ، انا بحكي لك والله، انا على فكره جوزي قال لي ما ترديش وما تتكلميش، بس انا اموت لو ما عرفتكمش ممكن يجرى لي حاجه. انا لو ما حسستش اللي قدامي ده انا، لا، انت ظلمتني، لا انت ظلمتني وجيت عليا بجد. انا زعلانه زعلانه جدا كمان. فانا لما اهلي بيجوا يزوروني من كفر الشيخ من محافظه تانية، اكيد بيباتوا لان ما عندهمش عربيه، فبيجوا مواصلات. فاكيد بيباتوا يا جماعه. فلما كانوا بيباتوا، كان امي ساعات بتنام في الارض واخواتي، او ساعات انا انام انا وجوزي وعيال عشان هم يناموا. فكانت الدنيا صعبه، صدقوني الدنيا كانت صعبه. فانا جوزي قال لي إيه، قال لي بقول لك ايه، قلت له ايه، قال لي احنا هنعمل الشقه اللي فوق ديت اللي فوقينا ايه وخلاص، ونوسع علينا لما يجوا اهلك او اي ضيوف وكده يناموا في الشقه اللي فوق دي، واحنا نبقى نايمين هنا براحتنا، هما يبقوا فوق براحتهم واحنا تحت براحتنا. فقلت له يا سيدي يهديك يرضيك، بلاش في بيت العيله وبلاش نعمل في بيت العيله. قال لي لا، ايه اسكتي بس سيبيها على الله. والله يا جماعه عايزه اقول لكم الشقه دي ما شفتش من يومها يوم حلو ولا يوم راحه. ويمكن والله ام سيمونه وام رحاب اللي هم اخوات جوزي اللي ما بيحبوني ودايما يخشوا معايا، عارفين يا جماعه ان انا ما شفتش يوم راحه من ساعتها. ورغم كده قلنا مش مشكله. المهم بعت فيها حاجات، مش هقول لكم ما بعتش، بعت يا جماعه. بعت برضو فيها سلسله وبعت فيها دبلتي وبعت فيها حلق. بس الحمد لله يعني ربنا اراد ان الدبلتي ترجع تاني والحلق، لكن السلسله ما رجعتش بصراحه. فالمهم انا بحكي لكم حاجه بكل صراحه يا جماعه، قسما بالله جوزي كان بيقول لي ما ترديش، ما ترديش، ربنا وحده هو اللي عالم باللي قدامه مش العبد. بس انا هموت لو ما اتكلمتش، انا هيجرى لي حاجه. فلان ما حدش بيحس بحد او بيحس بالنار الا اللي ماسكها. فاللي بيتكلم لازم يسمعني، بالله عليك انت اتكلمت عني فاديني فرصه بقى ادافع عن نفسي. فاللهم صل على النبي. إيه المهم، قال لي خلاص لما ربنا يفرجها إيه نبقى نغيرهم وكده. فجيت قلت له خلاص ماشي. طبعا يا جماعه انا متمسكه بيهم لاني ما عادش حيلتي الا هم اللي في ايدي دول. خلاص، وما انا معايا 3 عيال، الدنيا كل يوم بتغلى. ابو احمد يعني كان شغال شغلانتين، دلوقتي بقت واحده. فانا ماسكه عليهم بايدي واسنان، لاني بصوا من بعديهم خلاص انتهت. وعايزه اقول لكم كمان ان في حاجه انا خبيتها عنكم حصلت قريب، بس انا مش ابو احمد يعني محلفني ان انا ما اتكلمش فيها عشان الناس ايوه عشان طلعت تقول عشان كذا. لا والله العظيم ابدا، اقسمت بالله ابدا. انا ليا 2 اصدقاء هم اللي يعرفوا بالموضوع ده لانهم قريبين مني قوي، لكن غير كده محدش يعرف. غير كده محدش يعرف بجد باللي حصل. وابو احمد رافض ان انا اتكلم. فالمهم ايه، فلما جالي دعم ربنا يا رب يبارك لها يا رب ويعطيها حتى يرضاها هي وكل اللي زيها وكل الناس اللي بتقف مع الناس. انا قلت لك حاجه، اللي بيشتغل صنع يعني في محل هو واقف فيه او في شركه وما خدش ايراد، هل هيكمل السنه التانية؟ رديت عليه قلت لي لا. قلت لك انا نفس النظام، اشتغلت سنتين في قناتي ما خدتش منهم اي حاجه ولا جنيه حتى، ولا اي حاجه. كنت شغاله كده باخد تريقه من اقرب الناس ليا وبس. بعد كده ربنا كرمني بحد يا جماعه، قلت يا شيرين انا حابه ان انا ادعمك واقف جنبك واساعدك وابعت لك هدايا لاولادك وكده. ده فرحني لان ده خلى حتى ان انا بقى في دم في وشي. يعني الناس اللي كانت بتتريق عليه طبعا، انت هتقولي اللي حط فيه مواعين يا شيرين، يا جماعه ده مقطع جه على مقطع، انا اسفه يعني بدلت 2 مكان بعض، انا اسفه. فاللهم صل على النبي. إيه يعني دمك رجح في وشك كده ان حد بيقول لك انا هقف معاكي رغم كل التريقه اللي انت بتاخديها من البشر كله، ان انت ما بتاخديش حاجه من القناه وان انت شغاله برضو وان انت، ورغم كده سبحان الله ربنا بعت لك حد يقف معاكي ويعوضك سنتين ما خدتش منهم جنيه. اظن كلنا كده يا جماعه، كل حتى الرجاله اللي بتشتغل، في راجل يا جماعه ممكن يشتغل اسبوع وما ياخدش ايراد اسبوع، يمكن يشتغل شهر وما ياخدش ايراد شهر. ده حتى اللي بيشتغل باليوميه ينفع تروح اخر اليوم ومعكش يوميتك؟ او هيقولك انا ساعات ممكن اروح كده لو صاحب الشغل ما فيش فلوس. ايوه ماشي ما فيش فلوس، بس هيقولك بكره بعد بكره بس هتقبض. لكن انا اشتغلت سنتين ما فيش حاجه، ربنا كرمني. فالست دي لما جت كرمتني قسما بالله انا وقفت مع ناس، قسما بالله وحياة لا اله الا الله الناس دي دلوقتي قسما بالله بيبص لي يقول لي يعني يا شيرين انت فين؟
انتوا فاهمين ازاي؟ بس والله مش بايدي، اللي هيسمعني من الناس دي قسما بالله مش بايدي، والله ما هو بايدي. بس انتوا شايفين خلاص يعني، انا حاسه ان من كتر ندب ونقي الناس عليا خلاص ما بقاش حيلتي حاجه بامانه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انا الدعم بيخش لي بس كل فتره يا جماعه، كل فتره. فكل فتره ما انت يعني الناس اللي تقعد تقول لك ايه، مثلا دي فلانه فرشه شقتها، ايوه ما هي فرشتها فرشه شقتها مره، لكن عندها عيال لهم طلبات كل يوم. انت جبت اوضه النوم النهارده اهي، اكيد مش هتغيرها بكره ولا السنه الجايه ولا اللي بعديها ولا 5 سنين ولا 10 سنين مثلا. يعني انا مثلا اوضه نومي بقى لها 18 سنه تمام مثلا، لكن اكيد انا عندي متطلبات كل يوم. فاكيد احنا بنشتغل عشان كل يوم عندنا متطلبات. في يوم مش هتاكل فيه، لا اكيد في كل يوم هتاكل فيه، فانت مش هتاكل ببلاش، او ما حدش هيجي يديك الاكل وانت نايم في البيت على ظهرك، يعني ما انت لازم تشتغل. فاهمين ازاي؟ فربنا كان بيعودني بناس تقف معايا، ناس تقف معايا. فالست دي لما جت يعني رزقتني وكانت سبب في ناس كتيرة ارزاقهم وكده منها هي، والحمد لله قلت عليا هي مش انا، يعني ما كنتش انا خالص. لو انتوا بتسمعوني مش انا خالص، وانا قايله لكم الكلام ده مش انا. دي ساعتها انا غيرتهم، دي انا ساعتها غيرتهم تمام. فجبتهم مقاس 22. وبعد كده هي بقى جابت لي ايه، جابت لي خاتم، وجابت لعيالي كل بنوته حلق. كتر الف خيرها وجزاها الله كل خير. فده اللي جالي يا جماعه. فانتوا بتتكلموا على الدعم وعلى الداعمين وعلى فانتوا مستكترين عليا. انا مشاهداتي ما بتدخلش 2 سنت في اليوم، واكتر فيديوهات علامه الدولار بتاعتها صفرة، بسات مباشره بطلع متبلغ عني فيها، معمول لي ابلاغات جواها. عملت ايه يا شيرين؟ مش عارفه انا عملت ايه. طب اشمعنى انت اللي مستقصديني يا شيرين؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد استقصدني، في كل حد اذاني في اكل عيشي، وفي كل حد ما قدرش وقفتي اللي انا واقفاها دي. واكيد تصوير ووقفتي والتعب ده كله اكيد عشان انا اللي محتاجه القناه، مش القناه اللي محتاجاني. فقبل سيادتك ما تتكلم كلمه وتقول دعم ومش دعم والدي لابسه ده، انا حكيت لك الدنيا واللي فيه. وعلى القريب العاجل هتعرفوا يا جماعه. انا والله مخبيه عليكم مش عايزه اتكلم، بس في حاجه انا مش هكدب عليكم فيها، وهقول لكم الدنيا مشيت فيها في ايه، يعني واصله معانا لحد فين تمام. والحمد لله احمدك يا رب على كل حال، وكل اللي ربنا بيجيبه حلو، وانا راضيه بقضاء الله. وطول ما اولادي بس كويسين ده بالدنيا واللي فيها، ما دام انا شايفه اولادي قدامي كويسين بالدنيا واللي فيها. عايزه اقول لكم بقى في اليوم ده انا عملت المحشي ورق العنب والكرنب والبطايه وشوربه الشعريه. بتعملي شوربه الشعريه ازاي يا شيري؟ بحمر الشعريه وبعد كده بنزل عليها بشوربه، ولو ما عنديش شوربه مثلا بحط ميه، واحط مكعب مرق الدجاج وشويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه جوز الطيب تمام. واسيبها بقى ايه الشعريه لما تستوي كده، تبقى شوربه كده جوزي بيشربها زي لسان العصفور بالظبط، زي شوربه لسان العصفور، بس هو بيحب الشعريه اكتر. يعني لما اجي اقول له لسان العصفور يقول لي لا الشعريه احلى. يا ابني طب حتى لسان العصفور شكله حلو، يقول لك لا خليني برضو في الشعريه. فبعملها له. لكن احنا شربنا شوربه بط مع المحشي. وعايزه اقول لكم ان في اليوم ده لفيت الحله بتاعه المحشي الكرنب، ورق العنب، وسويت كل ده قسما بالله وحياه لا اله الا الله. انا بالظبط كنت 5:10 ببدا ان انا الف المحشي، او 5:15، 5:30 و5 كنت حاطه المحشي على البوتاجاز. 6:05 كنت، او 6:10 كنت بحط المحشي على الطبليه. يعني اللي هم كانوا في المسجد، يعني خلاص اخر ركعه، اللي هو في اخر ركعه في المسجد بقى، اللي هو صلاة المغرب، لان انا جوزي بيصلي هو وابني في المسجد. فده بيديني فرصة، ده بيديني فرصة ان انا يعني اتأنى في الاكل شوية. طبعا انا كنت بعمل لكم الصلصة لو التخديع على المحشي وكده. عايزاكم اللي وصل معانا لحد هنا يحط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وعينوني يا جماعة بالله عليكم واتفرجوا على فيديوهاتي وحطوا لايك واشتركوا في القناة.